المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. ارتياح للخدمات الصحية في مدينة أفعبت. مكتب الجبهة الشعبية في جنوب البحر الأحمر يقيم أنشطته. دعوة لرعاية جيدة للأشجار في الإقليم الأوسط. اشتباكات عنيفة في موزمبيق بعد فرار 6000 سجين من سجن شديد الحراسة. بوتين يقول أنه يسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسلوفاكيا عرضت استفادة المفاوضات. واليابان بصدد إعلان ميزانية قياسية تتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يقدم مستشفى أفعبت العمومي خدمات جيدة بإرسال الأجهزة الجيدة المتطورة في الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والعلاج الطبيعي وغيرها. وأوضح ممثل المدير الطبي للمستشفى الدكتور نرجس جابر لوكالة إرنا أن المواطنين كانوا يتوجهون إلى كرن ومصوع ومناطق أخرى للحصول على الخدمات الصحية المتطورة قبل تركيب الأجهزة الجديدة، مشيرة إلى توظيف طبيين جراحيين حديثين في المستشفى. وذكرت أنه تم هذا العام علاج أكثر من 40,000 مواطن بالحصول على الخدمات بالرقاد والمراجعة، مضيفة اتخاذ خطوات جيدة أو جادة للسيطرة على الأمراض الشائعة بين الأطفال دون سن 5 وما فوق. وأوضح مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المستشفى الممرض مولجيتا سجاي أوضح تحقيق تطور مشهود في المستشفى بالأجهزة الطبية والكادر المهني كما ونوعا، مشيرا إلى أن البنية التحتية وضيق الغرف تشكل الإعاقات في أنشطتهم. يقدم مستشفى أفعبت العمومي الخدمات لسكان المديرية والرحل القادمين إلى المديرية. قيم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم جنوب البحر الأحمر أنشطته السنوية في اجتماع عقده في عصب في 26 من ديسمبر. وأوضح سكرتير الجبهة في الإقليم السيد رزان أدوناي في التقرير الذي قدمه، أوضح تنفيذ مهام بناءة لتوسيع وتقوية تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في تقديم خدمات عالية للمواطنين والوطن. وذكر عقد سيمينارات لتعزيز دور أعضاء الجبهة لإنجاح برامج التنمية والتنوير بالأوضاع الراهنة. في غضون ذلك تخرج 67 موظفا مدنيا بينهم 30 امرأة من دورة تأهيلات في العلوم الاجتماعية نظمت في الفترة من 15 وحتى 24 من ديسمبر. دعا منسق مشهد الإقليم الأوسط السيد سلمون ولد ميكائيل إلى الاهتمام بالحفاظ على الأشجار المزروعة إلى جانب أعمال التشجير في الإقليم، وأشار إلى وجود 9 مراكز شتول في الأقاليم، موضحا وضع خطة لإنتاج نحو 3.7 مليون شجرة عامي 2023 و24، لكنه تم إعداد وزراعة نحو 5.3 مليون شجرة بزيادة 13% من العام الذي سبقه. من جانبهم ذكر أعضاء مراكز الشتول على العمل الجاد للاستفادة القصوى من شتول الأشجار، وضعا في الاعتبار الجهود المبذولة لإعدادها وتوزيعها على مدار العام. توجد مشاتل الإقليم الأوسط في مرحنو وحمبرتي وعد حوشة وبيت قرقيش وشمانقوس لعلاي وقرمي وعد شاخا وزاقر وعد قنصي. عقد مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم اجتماعات لسكان إدارات ضواحي بدة وعدايتو وقلعلو وبردولي وبويا ودلوح تركزت حول برامج التنمية. وقدم السيد محمود توضيحا في اللقاءات التي شارك فيها الأعيان ورجال الدين وممثلو الشعب التقدم المحرز في الخدمات الاجتماعية عامة وخدمات المياه والصحة والتعليم والزراعة وبرامج الحفاظ على المياه والتربة خاصة. وقال إنه يتم بذل جهود متضافرة للتخفيف من مشكلة مياه الشرب والسقي، كما تعمل المؤسسات التي أرسيت لضمان صحة المواطنين على إحداث تغييرات جوهرية في صحة المواطنين
المواطنين واتخاذ مبادرات لإصلاح مجرى ريغاليا التحويلي للسيول في بدل الدفع بالأنشطة الزراعية. وذكر أنها مشاركة الطلاب بشكل عام والمرأة خاصة تحتاج إلى اهتمام كبير، مضيفا أن إدارة المديرية عقدت منتدى بالتعاون مع مكتب التعليم لتحديد المشكلة وإيجاد حل لها، بالإضافة إلى إقامة اللجنة بخصوص هذا الشأن. وذكر مدير مديرية قلعة السيد محمود إبراهيم السكان بمواصلة برامج التنمية، لأن المشاركة المجتمعية هي أساس كل تنمية. من جهة أخرى، نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة دورة تدريبية بالتعاون مع مكتب التعليم لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في تقنية الكمبيوتر. استشهد في 25 من ديسمبر المناضل سجز آب تخل مريم عن عمر ناهز 80 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل سجز آب بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1974 وخدم في النضال التحرري في القوات المقاتلة بتفان وبطولة. المناضل سجز آب تخل مريم متزوج وأب ل6 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى يوم 26 من ديسمبر في منطقة وارا. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم وتفاصيل الأخبار العالمية. شهدت مابوتو عاصمة موزمبيق حادثة غير مسبوقة تمثلت في فرار نحو 6000 سجين من سجن شديد الحراثة، وذلك في ظل موجة من الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد عقب إعلان نتائج الانتخابات. وقد أفاد قائد الشرطة في البلاد برناردينو روفائيل بأن السجناء تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة الحراس في سجن مابوتو المركزي الواقع على بعد 14 كيلومترا جنوب غرب العاصمة، وقاموا بتحرير سجناء آخرين. وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والسجناء الفارين عن مقتل 33 شخصا وإصابة 15 آخرين، وفقا لما صرح به روفائيل، الذي أشار إلى أن من بين الفارين 29 سجينا مدانا بقضايا إرهاب. وجاءت عملية الفرار الجماعي على خلفية احتجاجات عنيفة تشهدها البلاد بعد تأكيد المجلس الدستوري فوز حزب فريليمو الحاكم في انتخابات 9 أكتوبر، حيث شهدت البلاد أعمال تخريب طالت سيارات الشرطة ومراكزها ومرافق البنية التحتية العامة، إضافة إلى عمليات نهب واسعة للمتاجر. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سلوفاكيا عرضت أن تكون بمثابة منصة لمفاوضات السلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا بعد نحو 3 سنوات من الحرب في أوكرانيا. كما تحدث عن سعي بلاده لإنهاء الصراع، ملوحا في الوقت ذاته باستعداده لاستخدام الصواريخ البالستية متوسطة المدى مجددا. وصرح بوتين خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قال إنه في حال إجراء مفاوضات سيكون من دواعي سروره تقديم منصة بلاده، مشيرا إلى أن روسيا ليست ضد فيكو، وهو من الزعماء الأوروبيين القلائل الذين زاروا موسكو. كما لوح الرئيس الروسي باحتمال استخدام الصواريخ البالستية الفرط الصوتي متوسط المدى المعروف باسم أوريشينيك مجددا. كما ذكر بوتين أن موسكو قد تستخدم أسلحة متوسطة المدى أكثر قوة إذا لزم الأمر. يتوقع أن توافق حكومة اليابان على ميزانية افتتاحية قياسية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي ودعما لاقتصادات الأقاليم. وستبلغ الميزانية للعام الذي يبدأ في أبريل 2025 حوالي 735 مليار دولار وفقا لمسودة الخطة. وعلى الرغم من أن المسودة تظهر أن الحكومة ستظل تعتمد بشكل كبير على إصرار الديون للمساهمة في تمويل الإنفاق،
فإن العائدات الضريبية القياسية ستمكنها من خفض إصدارات السندات الجديدة بنسبة تقارب الخمس. ويدعم رئيس الوزراء شيغيرو بقوة زيادة الإنفاق على الدفاع وتحسين ظروف العمل للعاملين في القوات المسلحة اليابانية في ظل بيئة أمنية إقليمية متوترة. ومع ذلك تتماشى الزيادة في ميزانية الدفاع بشكل كبير مع الزيادات المخطط لها في السنوات المقبلة. أعلنت حكومة بيرو حالة طوارئ بيئية في منطقة ساحلية بشمال البلاد، حيث تسربت شحنة من النفط الخام من شركة النفط الحكومية بيترو بيرو مطلع الأسبوع إلى مياه المحيط الهادي. وتسبب في التسرب سفينة كانت تنفذ مناورات ما قبل الشحن في محطة لمصفاة تالارا في شمال بيرو. ولم تحدد شركة بيترو بيرو كمية النفط الخام التي تسربت إلى البحر، لكن هيئة مراقبة البيئة في بيرو قالت في تقرير أولي أن التسرب امتد نحو 10,000 متر مربع فوق مياه البحر. وقالت وزارة البيئة أن التسرب أضر ب7 شواطئ على الأقل، بالإضافة إلى الحياة البرية المحلية. مشاهدينا الأكارم، ختاما لنشرة هذا المساء هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. ارتياح للخدمات الصحية في مديرية أفعبت. مكتب الجبهة الشعبية في جنوب البحر الأحمر يقيم أنشطته. دعوة لرعاية جيدة للأشجار في الإقليم الأوسط. اشتباكات عنيفة في موزمبيق بعد فرار 6,000 سجين من سجن شديد الحراسة. بوتين يقول أنه يسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسلوفاكيا عرضت استضافة المفاوضات. واليابان بصدد إعلان ميزانية قياسية تتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، وشكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.